امبارح حماتي جت وما كانتش قايله لي، وجت وانا بجهز الاكل. فدخلت عليا المطبخ وانا كنت خلاص اساسا خلصت وهغرف عشان ناكل. لقيتني عامله البطاطس والفلفل المقلي والبيض والمكرونه وحتى شويه مخلل، فبتقولي ايه ده؟ هو دوت الغدا بتاعكم النهارده؟ لما انتوا فقرا كده ما بتشتغليش ليه وتساعديني بدل ما انتي قاعده متبغدده في البيت؟ قلت لها والله يا ماما لو كنت اعرف ان انت جايه كنت عملت لك اللي حضرتك بتحبيه كله. بس والله ده الاكل جميل ويعني يفتح النفس وحرش. قالت لي الاكل ده يا حبيبتي انت تاكليه انت وعيالك، لكن ولا انا ولا ابني ناكلوه. اوعي تاكلي الاكل ده لابني. بصراحه كلامها دوت ضايقني وزعلني جدا. انا كنت ممكن ارد عليها واقول لها يا ماما منك بيشتغل عشان يجيب فلوس، وانا باخد بالي من الولاد والبيت. بعمل كل حاجة في البيت، بغسل وبروق وبطبخ وبأكلهم وباخد بالي منهم وبوديهم عند الدكتور وهو شغال، وكمان بوديهم الدروس والمدارس وأذاكر لهم. طب أنا أعمل إيه؟ ما هو أنا لو عملت كده ونزلت اشتغلت، طب مين هياخد باله من الولاد؟ مين هيوديهم ويجيبهم؟ ومين هيأكلهم ويشربهم ويذاكر معاهم؟ ما أنا هرجع من آخر اليوم تعبانة وهلكانة ومش قادرة أعمل حاجة. أنا والله بحبها زي والدتي، بس هي كلامها زعلني، خصوصا ان هي كلمتني الكلام ده قدام ولادي، وانا ولادي يعتبروا كبار مش صغيرين، يعني فاهمين كل حاجه حصلت. ومع ذلك قعدت اتحايل عليها. طب يا ماما حضرتك ايه اللي يرضيكي؟ طب اجيب لك ايه؟ طب اديني ساعه زمن واحده بس وانا هعمل لك كل اللي حضرتك بتحبيه. وهي مصممه ان هي تمشي. طب ابعت اجيب لحضرتك دليفري اللي حضرتك تطلبيه، انا هجيبهولك. برضو ادتني كلمتين ملهمش لازمه وقامت رازعه على الباب ورا منها وهي ماشيه. انا كتمت العياط في نفسي. ولما جه جوزي قابلته عادي زي ما انا ببتسم وما رضيتش احكي له اي حاجه من اللي هي مامته عملتها. هل تفتكروا ده تصرف صح مني، ولا انا المفروض كنت اعمل حاجه تانية؟ ودي كانت مشكله عضوة معانا، يا ريت تردوا عليا بالحل بتاعها.